قالوا إنني مجنون لأنني نبشت قبر كلبي في منتصف الليل. قبل أن أكمل، إذا كنت قد أحببت حيوانا أليفا كأنه من عائلتك فاكتب في التعليقات. هذه الرابطة لا تكسر. ضربت المجرفة معدنا. تجمد كريم ذو 12 عاما حين تلألأ ضوء القمر على صندوق صدي. ارتعدت يداه وهو يفتحه. وجد في داخله سوارا لطفل منقوشا عليه أميرة اسم أخته. يا أبتي. ركض كريم إلى داخل المنزل ممسكا بالسوار. أشحب وجه والده. من أين لك هذا؟ من الحديقة الخلفية تحت قبر ريك. انهار والده على الأريكة. أخبرونا أنها توفيت عند ولادتها. أمسك كريم هاتفه. سنتصل بالشرطة. قبل أن أخبركم بما حدث بعد ذلك، لو كنتم مكان كريمة هل ستثقون بالسلطات أم ستحققون بأنفسكم؟ علقوا باختياركم الآن. وصلت الشرطة وفتشت الصندوق. صرخ أحد الضباط متفاجئا عندما وجد سوار مستشفى باهتا في داخله. هذا يطابق قضية اختطاف منذ 12 عاما. ارتجف والد كريم. زوجتي أقسمت أنها سمعت بكاء أميرة بعد أن أعلنوا وفاتها. مع بزوغ الفجر استخرج المحققون سجلات المستشفى التي تثبت أن ممرضة سرقت أميرة. التفت الرئيس إلى كريمة. يا بني، أختك على قيد الحياة ونحن نعلم أين هي.